السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه الاخبار؟ لو انتوا تعرفونيش، انا محمد خالد. في السلسله دي بحاول ان انا اوصل للمليون في اسرع وقت، واوريكم رحلتي، واوثق لكم فيديو في فيديو بعمل ايه وبحط فلوس كام كل شهر. وكل ده بيبقى قدامكم، وبوثق رحلتي، بغلط غلطات وبوريكم الحاجات اللي بعملها. لو غلطت ما تعملش زيي، لو عملت حاجات صح حاول تعملها. وكالتالي من الاخر وين وين سيتويشن، انت بتستفاد وانا يعتبر بستفاد ان انا بابلود كونتنت على اليوتيوب وببيلد ماي بيرسونال براند. اوكي، ففي الفيديو ده هقول لكم الست نصايح اللي انا عملتها واللي فادتني واللي خلتني اعمل اول ست اول سوري اول 100,000 جنيه. لو انت شايف الفيديو ده مفيد اعمل لايك، ولو استفدت فعلا وعايز تشوف كونتنت اكتر بليز اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان ينزل لك الفيديوهات الجديد up to date. ف without further ado let's get started. في الفيديو ده هيتقسم لحاجتين، اول حاجه النصايح، بعد كده هوريكم الانفستمنت بورتفوليو على طول بقى كام، وكسبان ولا خسران ولا ايه النظام بالظبط. النهارده اعتقد يوم 7 شهر 7 2026 سوري. فبس كده اول هدف او اول حاجه او اول نصيحه انت لازم تعملها قبل ما اصلا تستثمر في البورصه او تستثمر عموما، ان انت لازم تحدد هدفك. set your expectations عشان ده هيفرق جدا. set your expectations, set your risk tolerance and set emergency fund. صندوق طوارئ. حدد اهدافك، حدد مدى مخاطرتك اللي انت ممكن تستحملها. ما يعني don't never ever invest money that you can never like you can never bear to lose. okay بس كده. وset your expectations عشان ده اللي هيبني عليه المحفظة الاستثمارية بتاعتك اصلا. النصيحة التانية اللي فرقت معايا جدا واللي انا كنت بغلط الغلطة دي والمفروض انت متعملهاش، واللي هي لو الناس كانت بتصبر على المكسب زي ما بتصبر على الخسارة هتكسب أكتر. خلينا أشرح لك exactly how. أول حاجة، دايما الناس المصريين أول ما يكسبوا يجني ربح على طول ويبيع، وأول ما يخسر مستثمر تقيل. لا، لازم تبقى محدد. انت مضارب ولا مضارب اللي هو بتاع شهرين ثلاثة وينطر قبل كاش، ولا مضارب اللي هو في اليوم يوم ويبيع في التاني، ولا اسبوع ويبيع في التاني، ولا مستثمر طويل الاجل. لازم تحدد شخصيتك الاستثمارية قبل ما تستثمر. وانا عن نفسي محدد ان انا مستثمر long term investor. فاللي انا شفته الناس بتكسب من صبرها في البورصة. كل ما تتقل على الربح، كل ما تتقل على السهم بتاعك بتتكيف. السهم بيديك كل ما بتصبر. البورصة بتديك على صبرك مش على اختيارك بس. فخلي ده في دماغك برضو انت بتشتري الاسهم، ومش اول ما الاسهم تنزل تبقى مستثمر طويل الاجل، واول ما تكسب تبقى مضارب سريع الربح وتجني ربح على طول. تالت حاجة، التنطيط الكتير على الأسهم مش حلو ليك، بيشتتك. ده غير العمولة اللي بتتاخد منك، ده غير إن لو أنت هتكسب المكسب بيبقى قليل، ده أصلا لو كسبت. بل بالعكس، كل يومين هتشوف سهم بيطلع فتبقى عايز تشتريه، وهتندم وهتلاقي السهم بتاعك بينزل أو مش بيطلع زي ما أنت متوقع. فالأحسن إن أنت تختار السهم وتبقى بحطه في دماغك على طول، وأول ما تلاقيه ينزل وتعمل له مصيدة. وممكن اعمل فيديو ازاي تعمل مصيدة للسهم اللي انت عايز تشتريه، ان اول ما يعدي سعر معين تشتريه على طول، وتبقى مطمن وعارف بنسبة كبيرة جدا ان السهم هيرجع وهيكسر قمم وهتكسب، هتكون حاجة كويسة ليك. من الاخر، التنطيط الكتير على الاسهم بياخد منك عمولة، بيشتتك وغير مربح بالمرة. رقم 4 والمهم جدا، ان انت بتكسب من عادتك في البورصة. كل ما انت بتقعد، كل ما انت بتكسب خبرات، كل ما انت بتتعلم معلومة جديدة كل يوم، كل ما انت بتتعلم حاجة هتفيدك في استثماراتك وان انت ازاي تطور فلوسك. ممكن اول شهر في البورصة اكيد هتخسر، اول 6 شهور ممكن ما يبقاش احسن حاجة. بعد سنة، بعد ما كل يوم بتتعلم وتفتح التشارتس وتفتح الانكم ستيتمنت والربحيه واخبار السهم وبتعرف تجيب منين وتعرف تحط فلوسك، دي كلها اكسبيرينس. على عكس اول واحد يحط فلوس هيبقى خايف يحطها مثلا في ثاندر او تيلدا
او اي اف جي، هيرمز او بيلتون، هيبقى خايف اصلا يفتح بروكرج اكاونت ويستثمر في البورصه. انت اوريدي عندك الاكسبيرينس دي، عارف تحط فلوسك ازاي وتستثمرها ازاي، وعارف تختار الاسهم، وعارف تجيب منين الاخبار والانكم ستيتمنت، بالانس شيت بتاعت الشركات اوريدي. كل ما بتقعد في البورصه كل ما انت احتمالات ان انت تكسب اكتر واكتر. فدي ببساطه خامس نقطه. رابع نقطه. خامس نقطه، حدد استراتيجيتك وشكل محفظتك. حدد انت concentration ولا diversification. حدد انت باي ذا ديب ولا دولار كوست افريجين، ولا انت لام سامب. وكل ده ممكن اعمل عنه فيديو. هل انت الريسك بتاعك عالي، ولا انت بتحب ان انت ما تخاطرش وتلعب ديفنس اكتر؟ حدد الشكل المحفظه بتاعتك، هل هي هجوميه انت عايز تماكسمايز الريتيرنز بتاعتك في الانفستمنت بورتفوليو، ولا انت عايز تحافظ على فلوسك وتدبلها براحتك على الهادي. فدي برضو حاجة لازم تخليها في دماغك. مفيش حاجة صح في المية، مفيش بورتفوليو قوي جدا، لا، كل حاجة ليها ميزة وعيب. مفيش حاجة اسمها يعني ده الصح وده غلط في البورصة. كل حاجة يعني مناسبة لواحد تاني. diversification، في كذا واحد يقول لك نوع محفظتك نوع محفظتك نوع محفظتك، وعلى فكرة ده مش غلط، ده لوجيك جدا. بل ممكن يعني concentration تبقى مفيدة ليك. حتى تشوف انا شارب حوالي فوق ال100,000 في سهم. واحد ممكن يشوف اوه الريسك بتاعك عالي جدا. لا، انا مش شايف ان الريسك بتاعي عالي جدا، بل بالعكس، انا شايف ان اللي عامله صح وفعلا هو مناسب جدا معايا. بس ده مش معناته ان انت تقلدني. لازم تشوف الحاجات دي هل هي مناسبة ليك ولا لا. فده ببساطة. حدد diversification و concentration. هل الريسك بتاعك عالي؟ اختار القطاعات اللي انت فاهم فيها استثمر فيها. لو مش بتفهم في الاسهم ممكن تستثمر في الصناديق بتاعتك وتحط سهم، ممكن في الاي جي اكس 30 والمؤشرات والصناديق بس. ويعني add your own to work. وبس كده. اخر حاجة، ابني عادة استثمارية. خلي الاستثمار عادة عندك. استثمر كل شهر، كل شهر حط فلوس، حتى لو 10% من دخلك، حتى لو 50، حتى لو 80. كل ما سنك يبقى اصغر كل ما تقدر تحط فلوس اكتر. طول ما انت عندكش مسؤولية اكتر، طول ما انت ممكن تخسر فلوسك ومحدش يعاتبك، لان دي فلوسك وانت صغير فمعلكش مسؤولية، فالريسك بتاعك عالي. فانت المفروض من وجهة نظري المتواضعة جدا المفروض تجو aggressively في الستوكس، جروث ستوكس بالذات. حاول تخش تخليك، لان الريسك بتاعك مفتوح، انت ما عندكش مسؤوليات. لو الفلوس خسرتها مش هيحصل حاجه. لسه قدامك سنين، ممكن تلعب لونج تيرم انفستمنت. تركز على اللونج تيرم وتفتح الريسك بتاعك، لان الريسك آه في حاجات بتقلل الريسك. طول ما تدي الاستثمار بتاعك وقت اطول طول ما الريسك بيقل. طول ما انت فاهم في القطاع وفاهم في السهم اللي انت مختاره بيقلل الريسك. طول ما انت بتخش على مراحل زي دي اس اي او بايز ديب، ده بيقلل المخاطره بتاعتك. فطول ما انت مثلا بتشتري سهم قيادي على عكس ان انت بتشتري سهم في الاي جي اكس 30، كل الحاجات دي كلها تفهمها لما تستثمر في البورصه. فدول الست حاجات اللي فادوني واللي خلوني اوصل لل100,000، بل بالعكس اكسب في فتره من الفترات 15,000 جنيه من الفلوس اللي انا بستثمرها من نت ديبوزيت. فالبورتفوليو بتاعي هوريه لكم دلوقتي. انا خلصت الست نصايح، يا رب تكونوا استفدتوا. من غير ما نطول خلينا نخش على انفستمنت بورتفوليو على طول. زي ما انتم شايفين الانفستمنت بورتفوليو بتاعي اهو. نت وورث لسه مش باين، بس انا كسبان على التوتال بورتفوليو 8%. وهنشوف دلوقتي كام في المية. اللي انتوا ما تعرفوش ان انا زودت فلوس على صندر. استنى اوريكم هو منين. والله بعد التحديث انا مش عارف بجيبها منين. المهم ان انا زودت فلوس حوالي 20,000 جنيه كده، وخلاص النت ديبوزيت عدى 100,000. فانا النت ديبوزيت عدى 100,000. فحرفيا انا حاطط فلوس كتيرة في ادب او مصرف ابو ظبي الاسلامي. وممكن ناس كتير تقول انت الريسك بتاعك عالي زي ما قلنا، بس انا مش شايف ان الريسك بتاعي عالي، بل بالعكس 100,000 بالنسبة لي فلوس قليلة بالفلوس اللي انا عايز اجيبها في دماغي، وبالنسبة للبلان اللي انا اعملها والاستراتيجي اللي انا بطبقها. آه فبس كده. خسران في الدهب هنا 10%، وفي ثاندر جولد 2.60 61 عشان ابقى accurate.
وفي اديب ستوك كسبان فوق ال 10% which is incredibly good. خلينا بقى نشوف الانفستمنت بورتفوليو نت وورث فوق ال 100,000. حرفيا انا كسبان هنا حوالي ال 10,000 جنيه. 126,800 يعني 127. خلينا نقول ان توتال. ف يعني حاجة قوية جدا. السهم نزل كذا مرة، بس انا بقيت اتقل، بقيت حامل حاطط استراتيجي لنفسي. لما اجي اشتري ما اشتريش غير لما السهم يقل اكتر من 8% ابدا اشتري، غير كده ما اشتريش. وفعلا ده اللي حصل. السهم نزل ل 44.10. انا استغليت النقطه دي ورحت اشتريت. لو دوسنا على الاوردرز هنا هنلاحظ ان انا اشتريت واما السعر كان 45.45 which is incredibly great ورخيص جدا بالنسبه للفير برايس بتاع اديب ستوك. اوكي. ف يعني زي ما احنا هنشوف اخر جلسه الفوليوم كان 2 مليون، والافريج فاليوم اصلا هو 2 مليون بوينت 626. فحاجه كويسه جدا. اتوقع ان السهم ده خلال الشهر او الشهرين الجاي هيعدي ال 55 جنيه. طبعا ممكن اكون صح، ممكن اكون غلط، دي كلها توقعات واجتهادات. مستقبل السهم انا شايفه كويس جدا. بستثمر في قطاع قوي وقطاع صعب انه يخسر. الفوائد في مصر عالية جدا، مع ان ابو ظبي الاسلامي بيستفاد بطريقة يعتبر غير مباشرة من اسعار الفايدة، لان ده بنك اسلامي. ونشاط الاساسي والنشاط بتاعه بيكسب مش من الفايدة بس، بيكسب من حاجات تانية زي مشاركة والمرابحة والصكوك، واللي هي تبع أحكام الشريعة الإسلامية. فأنا دايما لما أجي أستثمر في أي قطاع أو في أي سهم ببص على مؤشر الشريعة اللي هو شريعة complement. This investment follows aesthetic guidelines based on Islamic principles. Source includes Islamic subs and ETF and حلال ETF. فده السهم بنسبة 100% حلال. ممكن يكون جزء من الأرباح حرام، بس في الناحية التانية ممكن نعمل حاجة اسمها تطهير بعد ما نكسب، لأن مفيش شركة في مصر أو فيش شركة في العالم نسبة أرباحها حلال 100%. أو بلاش نقول أرباحها 100%، لأن الشركة لما بتكسب فلوس بتوديها فين؟ بتوديها في البنك، صح؟ فبتاخد عليها فوائد. مفيش شركة في العالم ما تحطش فلوسها في البنك، ما أكيد مش هتحطها في كاش أو في خزنة. تمام. ففي نسبة لو يكون 1% من الفلوس دي أو من الربح بيكون في حرمانية، فبيبقى لازم تطهر بعد ما تعمل يعني بعد ما تسحب فلوسك وتعمل ربح راس مالي من سعر السهم. فده ببساطة لسه أنا مستفائل بأديب ستوك، شايف إنه هيوصل 55 وممكن في آخر أو في أول 2026 سوري 27 يوصل 60 أو أكتر من 60 كمان. بفكر أزود فيه أكتر وأكتر، لكن حاليا أنا مركز على الذهب لأن الذهب وصل لأكتر من أقل من كام. خلينا نشوف هنا. الذهب حاليا ب 6645 ونزل نزلة يعني محترمة شوية، عشان كده انا خسرت حوالي ال 2% من اسبوع. لو كنت استثمرت كنت هتكسب حوالي 3% من شهر. كان زمانك خسران 10% من 6 شهور. كان زمانك خسران 3% لو كنت اشتريت الذهب من 6 شهور. كان زمانك دلوقتي خسران في 3%. انا شايف الذهب فرصة مثالية ان انت تشتري. هفضل اشتري ذهب حاليا لان الذهب واقع جدا. انا شايف انه فرصة، والذهب عمره على المدى الطويل ما وصل لقمة وما وصلهاش تاني. اي قمة بيكسرها او بيعملها وبينزل تاني بعيد بيوصل لها تاني، سواء اجلا او ام اجلا. فانا اسف ان انا طولت عليكم، بس الحلقة دي كانت مهمة. انا اسف ان انا ما بصورش برضو بنزل كونسيستنتلي زي ما بيقول لكم، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ابقى كونسيستنت للفيديوهات دي. وبس كده يا جماعه. اتمنى ان انتوا تدعوا بس والدي في الرعايه المركزه. دعواتكم. انا حاليا يعني مقصر في حاجات كتير، منهم شغل ومنهم تصوير ومنهم كذا حاجه. فادعوا لوالدي بالشفاء ويقوم بالسلامه في اسرع وقت، لان ده مأثر عليا جدا نفسيا. واتمنى ان انتوا تدعموني باللايك والسبسكرايب لو انتوا شايفين فعلا الكونتنت ده قايم. ان انا اعمل فيديوهات اكتر وبكواليتي احسن واحسن. ممكن ده يكون اخر فيديو اعمل
من غير ميكروفون، لان انتوا كذا واحد فيكم بيشتكي ويقول ان انا الكونتنت بتاعي الكواليتي بتاعته يعني مش احسن حاجه، بس هو قيم ومفيد جدا. فمن الحاجات اللي انا مضايقاني ان الكاميرا مش احسن حاجه، والميكروفون وحش جدا، الصوت وحش، مفيش ميكروفون، الصوت وحش. فانا ممكن اتصرف الفتره الجايه، احاول اشتري ميكروفون. ايه تاني، اخد كاميرا من واحد صاحبي اعرفه معرفه وكده. ف انا اسف ان انا طولت عليكم. طول ما انت وصلت الحته دي في الفيديو او الثانيه دي، فانت اديتني وقتك ومجهودك. انا بجد بقدر الحاجه دي. فانا محمد خالد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.